متابعينا الكرام، خبر عاجل: الفيفا تسحب ملف نهائي كأس أفريقيا من الكاف. نعم إخوان، نعم متابعينا الكرام، ملف نهائي. دخل ملف نهائي كأس إفريقيا مرحلة خطيرة وغير مسبوقة من التصعيد الدولي بعدما قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تسحب الملف من يد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف وتولى التحقيق فيه بشكل مباشر ومستقل. وحسب تقارير المتطابقة، هذا القرار المفاجئ كيعكس فقدان الثقة الدولية في قدرة الكاف على تدبير هذه الأزمة بحيادة. بعيدا عن الضغوط السياسي والحسابات الجانبيه، الفيفا وجهت اشعار رسمي كيقضي بتجميد اي قرارات محليه او محاوله تسويه داخل القاره، وفضلت تمشي في طريق تحقيق تقني صارم. التحقيق الدولي غادي يمشي حسب نفس المصادر: تفريغ كاميرات، نفق اللاعبين، ومراجعه دقيقه لجميع المعطيات الميدانيه اللي رافقت اطوار المباراه، خصوصا لحظه التوقف والانسحاب. في تطور خطير كشفت عليه تسريبات من داخل التحقيقات الجاريه برزت معطيات جديده كتقلب موازين القضيه. هذه المعطيات كتهم مكالمه هاتفيه دامت 17 دقيقه تسرات خلال فتره توقف المباراه بين مسؤول سينيغالي رفيع المستوى كان متواجد في القصور الشرفيه واطراف المنطقه التقني داخل ممر اللاعبين. خطوره هذا الدليل كتكمن في كونه كيتحول القضيه من مجرد انسحاب عفوي داخل الملعب الى قرار مؤسساتي موجه. وهذا النوع من التصرفات كيصنف حسب الماده 84 من اللوائح التأديبيه للفيفا ضمن الفساد الرياضي والتلاعب المعتمد بسير المنافسات، الشيء اللي كيفتح الباب امام العقوبات الدوليه ثقيله على السنغال. وعلى ضوء هذه التطورات بدات كتبرز ملامح وسيناريوهات قانون ثقيل كيهضر على امكانيه تجريد المنتخب السنغالي من لقب كاس افريقيا دون تتويج طرف اخر بشكل فوري، مع ترك اللقب شاغرا الى حين صدور قرار نهائي من المحكمه التحكيم الرياضي طاس. ورغم هذا السيناريو كيبان صادم الا ان مراقبين كيشوفوا فيه مخرج قانوني منطقي كيسقط صفه البطل على الطرف المنسحب، وكيعيد لاعتبار المبدا استمراريه اللعب واحترام قوانين المنافسه. هذا التوجه كيعتبر حسب نفس المصادر انتصارا معنويا وقانونيا للموقف المغربي المبني على ادله تقنيه دقيقه وسجلات توقيت رسميه كتوثق كل لحظه من لحظات الواقع. التوقعات ما حبستش هنا، بحيث كاين حديث على عقوبات عابره للقارات قد تصل حتى الى حرمان السنغال من المشاركه في كاس العالم 2026 اللي تثبت التورط الاداري المباشر في تعطيل المباراه. الفيفا كتعمل بصرامه كبيره مع هذا النوع من القضايا وكتشوف فيها حس خطير بنزاهه اللعبه وتقويض لمصداقيه كره القدم الافريقيه قدام المؤسسات الدوليه، وهو ما كيخلي الايام الجايه حاسمه في ترسيم مصير القضيه والصوره الكرويه الافريقيه عالميا. نتابعوا الاخبار واي خبر جديد غيكون عندنا في القناه.